قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، عدوا معايا 5 بقى، من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يعقدهن، سيدنا أبو هريرة بيقول كده: عقدهن 5 بأصابع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. ثم قال، بصوا الجمال، خمس حاجات اهي، ايه؟ بصوا الجمال: من قالهن في يوم او في ليله او في شهر سبحان والله ديننا ده جميل قوي. الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يعني يريد لك الحسنات شئت ام ابيت، بس ربنا يرزقك اللي تقوله ويوفقك للي بتقوله. اللي قاعد سامع الحلقه عندنا كام النهارده؟ 1500 على اللايف دلوقتي. دول ربنا اختارهم، دول ربنا اختارهم يسمعوا الكلام ده. ما هما توفيق من ربنا. 5 حاجات لو قلتهم في ليلة، في يوم أو في ليلة أو في شهر، من مات. صباح الخير على احلى اخوات. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو اول مره تشوفيني، انا اختك سحر، بتمنى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك. النهارده معانا روتين تشجيعي جدا، هنعمل فيه حاجات كتير مع بعض بنعملها كل ست على مدار طبعا اليوم. ممكن اليوم يخلص معاها من غير ما تخلصها كلها، ومن هنا بيبدأ شغل البيت يكون كابوس معاكي. هنا هبدأ معاكي اقولك ازاي تنظمي وقتك وشغل بيتك عشان ما تحسيش انه ضغط عليكي، وبالذات لو انت موظفة او بتشتغلي زي. هنا انا ابتديت يومي الصبح، الساعة تقريبا كانت 10. طبعا الوقت ده انا بقولك انا بعمل فيه ايه، انت بقى ممكن تبتدي على حسب وقتك. انت ممكن تعملي الكلام ده الصبح. يعني مثلا امبارح ابتديت اليوم معاكي من بعد الفجر. كان شغلي انا، نظام شغلي للاسف ما هوش بمواعيد. كل يوم يعني بيكون يعني ممكن الصبح بدري، ممكن بعد الظهر، ممكن بعد العصر. فانا في التوقيت ده بحاول ان انا اوضب او اوظف الساعات اللي انا فاضيه فيهم في ان انا اعمل الحاجه. فانت بقى اللي ورايا يعني واحسن حاجه تعمليها انك تنظمي. انا هعمل دلوقتي 1 2 3، وافضل حاجه انك تعملي الحاجه يعني حاجتين 3 مع بعض بحيث تكسبي وقت. يعني أنا مثلا هنا اول حاجه صحيت من النوم، الغسيل ده كابوس حرفيا ما بيخلصش. طبعا ربنا يدينا الصحه ويدي ولادنا وابهاتنا وامهاتنا الصحه. طول ما احنا عايشين اكيد في غسيل، طول ما احنا عايشين اكيد في مواعين. فعشان تتخلصي من قصه الغسيل دي، انك اول حاجه تعمليها اول ما تفتحي عينيكي كده انك تشغلي الغساله، حطي فيها دوره غسيل، وكمان بالليل تحطي دوره غسيل. كده انت عملتي دورتين، كده مش هيبقى عندك اصلا غسيل. يبقى اول حاجه هنعملها في يومنا ان انت هتصحي من النوم تحطي غسيل في الغساله. طيب وبعد كده، وكان عندي عارفه من بالليل ومسستمه اموري ان انا الصبح مثلا انا هعمل لحمه وهعمل غدا بسل. لو ما عنديش لحمه هشتري اللحمه. هنزل طبعا السوق هشتري، يا اما مثلا لو عندي زي مثلا كان عندي اللحمه فطلعتها من الفريزر وحطيتها مثلا عشان انا عارفه نفسي ان انا هصحى الصبح فحطيتها على الرخامه. طب لو انت مثلا بتصحي متاخر او بترجعي من شغلك متاخر، يبقى تحطيها في التلاجة من بالليل عشان تلحق تفك في التوقيت اللي انت هتعملي فيه، عشان ما تصحيش من النوم وتلاقي نفسك لسه هطلع اللحمه او هطلع مثلا الفراخ او ايا كان الحاجه اللي انا اعملها وتكون متجمده وتاخد معانا وقت. فاحنا كده كسبنا وقت ان احنا مش هنستنى الحاجه تفك معانا. طيب اول بعد ما حطيت الغسيل في الغساله ابتديت ان انا هشغل بقى اللحمه على النار واحطها واسيبها بقى تتسلق. في التوقيت ده هغسل المواعين. يبقى انا كده في اقل من ربع ساعه او نص ساعه عملت 3 حاجات. طبعا المواعين هتاخد وقت بس انا ابتديت خلاص فيها. يبقى اول حاجه بنظم وقتي من بالليل، انا هصحى الصبح هعمل ايه. اول حاجه هشغل الغساله عشان اخلص من كابوس الغسيل اللي بيقابلنا كلنا، وانا واحده من الناس. الغسيل ده عندي بيتكاثر، ممكن اقعد يومين 3 من غير ما اغسل بلاقي بقى عندي هرم. يبقى اتخلص منه ازاي؟ ان انا احط دوره الصبح ودوره بالليل. وطبعا تطلعيه من الغساله على طول اول ما تخلص او اول ما ترجعي من الشغل، عشان طبعا احنا في الصيف فما يكمكمش ويعمل ريحه. ابتديت اعمل الغدا علشان خاطر مثلا انا عايزه انزل هرجع مثلا من شغلي متاخر وعايزه على الاقل الاقي اللحمه عندي مسلوقه. اكتر حاجه بتاخد وقت مننا سلق الحاجه، فهبتدي ان انا هسلقها علشان خاطر اخلصها واغسل بقى المواعين، وابقى انا كده خلصت الغسيل، خلصت معايا سلق اللحمه او الفراخ بتاعتي، وكمان المواعين بخلصها.
نظمي اولوياتك، نظمي بيتك، 1 2 3، هتلاقي الدنيا معاكي بقت تمام. طيب انا قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا مثلا بغسل المواعين قبل ما بنام. طيب ما قدرتش، يبقى برضو احاول ان انا مثلا حتى لو بنزل الصبح بدري ان انا اصحى من النوم علشان بدري نص ساعة او ساعة عشان اخلص المواعين دي، علشان خاطر ايدي على طول في الحوض، هلاقي الدنيا معايا نظيفة، حتى يبقى لي نفس ان انا ادخل اعمل حاجتي وانا مش متضايقة من منظر المطبخ او من منظر المواعين او من منظر الحوض انه مش نظيف. كنت عملت معاكم وصفة على على القناة هنا اللي هي بتاعت الهاموش، لان بجد الهاموش وبيتكاثر اكتر من الغسيل والمواعين. الهاموش ده الخلطة بسيطة قوي، هتجيبي كوباية فيها مية، وهحط نص كوباية مثلا فيها مية، هتحطي فيها معلقتين من الصابون السائل، اي نوع صابون معاكي او بتستخدمي، يعني معلقتين خل، معلقة سكر، وسيبيهم في المطبخ او مثلا في الحمام عندك. صدقيني تاني يوم ما بتلاقيش عندك ولا هموشية، ولا هموشية واحدة بس. ناس كتير جربوها بصراحة، حلوة جدا، وانا واحدة من الناس، وتحفة قوي. هنا بقى كنت خلصت المواعين بتاعتي، وكنت مطلعه اللبن بتاعي علشان خاطر احضر الفطور. هركن كده بقى اللحمه على العين التانية تستوي بقى كده براحتها. وفي التوقيت بقى اللي هو بتاع سلق اللحمه غسلت فيه المواعين، هبتدي بقى ان انا احضر فيه الفطار ليا ولبناتي. يبقى انا كده كسبت وقت ان انا عملت فيه كذا حاجه. وطبعا هنا عشان خاطر البوتاجاز يفضل نضيف، كانت طبعا مكان الشوربة عملت المية على البوتاجاز فنضفتها. ايدك في الحاجة على طول، حتى لو ما قدرتيش دلوقتي وعملتيها كمان شوية، برضو ايدك في الحاجة على طول دي بتخدمك في الوقت، بتخدمك ان الحاجة على طول ايدك فيها فنضيفة. طب انا بيجي وقت عليا مش قادرة، استعيذي كده بالله، واستعيذي كده بالله من الشيطان الرجيم، وصلي كده على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وانوي كده النيه لله ان انت هتقومي تعملي اللي وراكي. وربنا يعيننا ويعين كل بصراحه ام وست بيت، سواء بتشتغل او ما بتشتغلش في البيت. هنا بقى الفطار بتاعنا كان فطار سريع كده وخفيف، شاي بلبن وبقسماط. في التوقيت بقى ده اللي احنا فطرنا فيه بقى، شايفين كوم الغسيل ده؟ طيب هعمل فيه ايه؟ هسيبه وانزل الشغل، هرجع الاقيه محدش خلاص يعني مفيش حته ان حد هيجي بقى يساعد ولا حد هيعمل. طبعا اشتركي بناتك، وانا واحد او ولادك سواء صبيان او بنات، اشركيهم في ان هم يساعدوكي في البيت. احنا بنكبر مش بنخلق، مش بنصغر، وطبعا الطاقه بتاعتنا بتخلص. احنا من دلوقتي مش زي اهالينا زمان، امهاتنا وابهاتنا، لا احنا دلوقتي بجد طاقتنا خلاص، يعني من كتر اللود اللي احنا فيه ده ربنا يرحمه. دلوقتي طيب وقت امتحانات مش هقدر اطلب مثلا من بناتي ان هم يعملوا حاجه او يساعدوني او ولادي يساعدوني، لا ابتدي بقى انا كده استغل كل وقت انا قاعده فيه في البيت علشان خاطر دايما الدنيا تبقى مترتبه. هنا بقى ابتديت بقى ان انا وكمان في التوقيت ده اللي انا بخلص فيه التطبيق اللبس والهدوم، ابتديت اشوف الشتوي. انا لسه ما مثلا ما طلع مش كل الشتوي مثلا عملته، دخلته يعني في الشنط بتاعته. هبتدي اشوف بقى اي شتوي عندي واركنه على جنب، بحيث ما يبقى الزاحم عندي الدولاب، ويبقى موجود مع الصيفي. فابتدي بقى كده واحده واحده ان انا افرزه واحطه في الشنط واحده واحده، بحيث لما اجي ان انا احط الشتوي، كل الشتوي يبقى معايا موجود ومغسول، من غير بقى بعد ما اخلص واستف مثلا. يعني انا واحده من الناس بستف في الشنط وبحط تحت السرير، الدواليب مش مكفيه عندي مثلا، فهعمل ايه؟ بعد ما مثلا بشيل بقى مراتب واحط مراتب واخلص الكلام ده كله، الاقي مثلا عندي ترنجين 3 بره. طبعا احنا عارفين ان الترنجات بتاخد مساحة كبيرة او لبس الشتوي عموما بياخد وقت كبير قوي واخد مساحة كبيرة في الدواليب. ف ولسه بقى هشيل تاني واحط تاني؟ لا انا كده ايه، واحدة واحدة. وبعد ما الاقي واتاكد ان ثبت الغسيل مفيش ورا بقى في الشماعات حاجه شتوي، حاجه هنا حاجه هنا، ده برضو اختصارا للوقت، ان انت بعد ما تخلصي وهدة الشتوي او هدة الصيفي ما بتبقاش احسن حاجه، وارجع بقى اشيل تاني مراتب واحط تاني وافتح شنط واحط تاني. لا، يبقى ان انتي نظمي وقتك وان انتي تنظمي حياتك، هتختصري على نفسك يعني ضغط كتير
وانا بصراحة كنت ولا زلت بقع في الاخطاء دي. بس بحاول اشجع نفسي واشجعكم معايا طبعا في الفيديوهات، ان احنا نعمل الحاجات الاساسيات دي، وان احنا نلتزم مثلا بجدول نعمله لنفسنا. واكيد النهارده غير بكره غير امبارح، كل يوم في حاجه، فبس احنا نبقى منظمين اولوياتنا. كل الكلام ده طبعا بيريحنا احنا كستات بيوت، سواء بنشتغل او مش بنشتغل طبعا. ويا ريت لو اي حد استفاد من اي حاجه بقولها، ما ينساش يشترك في القناه ويكتب لي كومنت حلو ويقول لي بيتابعني منين. هنا بقى خلصنا بقى الفطار وخلصنا كل الكلام ده كله. ابتديت بقى ان انا اعمل البسله او الغدا، عشان لما انزل الشغل وارجع انا كده خلصت، مش معايا غير ان انا اعمل شويه الرز. ابتديت ان انا اقطع هنا البصل. وعايزه اشكر كل حد خد باله من الفيديو. كان في فيديو منزلاه من يومين كان صوتي تعبان فيه فشكرا لكل حد اتصل بيا وقال لي سلامتك، شكرا جدا. بتخلصي بقى، عايزه اقول لكم ان انا كنت ابتديت من الساعه 10 وخلصت كل الكلام ده الساعه 1. هوريكم حتى اخر الفيديو ان انا مخلصه الساعه 1. يعني انا ابتديت 10 الصبح، شغلت الغسالة وعملت الغدا، طبقت غسيل، غسلت المواعين، حضرت فطار. كل اليوم ده كله في 3 ساعات. احنا ممكن نقعد طول اليوم ما نعملش حتى نص الكلام ده كله. فانتي نظمي وقتك، هتلاقي نفسك عملتي كل حاجة في توقيت بسيط قوي. يعني تخيلوا في 3 ساعات عملتي غدا فطار، وكمان غدا يكفي يومين، الحمد لله يا رب والشكر لله. وكمان غسلتي فيه مواعين، ممكن ترجعي تبقي مسدود نفسك انك اصلا تدخلي البيت، انك تعملي حاجة في المطبخ بسببها. وغسلنا الغسيل قلنا، وطبقنا طبعا هرم الغسيل اللي كان عندي. طيب، هنا طبعا من ضمن برضو الحاجات اللي بتسعفني، الحاجات اللي انا مفرزاها. انا كنت فرزت معاكم هنا الطماطم في القناة، فدي طبعا بتسعفني جدا، وبتسعف كل ست. الطماطم دي روح 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 المطبخ كله كده، الطبيخ كله كده زي ما بيقولوا. البسلة طبعا كنت مفرزاها، بس ما كنتش لسه فتحت القناة معاكم. يلا بقى شجعوني وخلوا القناة كده انها تكبر بيكم، ونعمل ان شاء الله مع بعض في الايام الجايه روتينات اقوى من كده، وروتينات تحفيزيه. هنا كنت بقى خلصت يعتبر الغدا. هستنى بس يعني الطماطم بتاعتي ان هي تتسبك او تغلي معايا، وهنزل بيها بالبسله والجزر. وكده الحمد لله خلصت في 3 ساعات فطار غدا، وكمان اكل هيكفينا يومين الحمد لله. وعملت اكتر من حاجه في 3 ساعات، من 10 لغايه الساعه 1. لو وصلت معايا لغايه هنا والفيديو عجبك، ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو وصلت لغايه هنا طبعا شكرا جدا. دمتم في رعايه الله، مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.